السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل حمام مغربي. هنعمله من البيت بطريقه سهله من غير اي مكونات صعبه خالص. مش هتشتري كمان المكونات من بره، هنعمله مع حمام مغربي من بيتنا. يعني لو انت مش معاك فلوس، وطبعا كلنا عارفين ان الحاجه غليت، كل حاجه بقت نار دلوقتي. احنا هنعمل الحمام المغربي بطريقه بسيطه وسهله خالص، مش مكلفه. لو انت بقى مش عايزه تكلفي نفسك وتشتري حاجات من بره، هتعمليها بالبيت من بيتك بمكونات بسيطة جدا جدا. مش هتاخد معاكي حتى يعني الحمام المغربي مش هياخد معاكي 5 جنيه. تعالوا بقى نعمل الحمام المغربي ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. هنعملها كده النهاردة. إيه مكوناتنا من المطبخ؟ تعالوا بقى كده. معايا هنا مج عادي اللي بنشرب فيه شاي. بصوا بقى، انا هحط معلقة مليانة كده، بصوا، من الشاي ده، الشاي الاسود اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنشربه عادي خالص. اهو معلقه مليانه كده. هقول لكم بقيه الوصفه، ثواني. بصوا، هحط هنا ميه سخنه كانك هتعملي شاي تشربيه كده. طبعا عايزه الشاي يبقى تقيل تقيل قوي، عشان ايه؟ ناخد منه كده كميه. هقلبه اقلبه كده لحد ما ايه، هركنه بقى على جنب كده بالشكل ده لحد ما يرقد كده، لحد ما الشاي اللي على الوش ده يرقد كده. تعالوا بقى نعمل بقيه الوصفه. بصوا الطبق ده هحط فيه معلقة من السكر، معلقة من السكر العادي اللي هو ده، على معلقة قهوة، قهوة مش محوجة، قهوة عادية خالص اهي. بصوا كده بالطريقة دي. احط عليها كمان مية ورد. بصوا معلقتين 3 كده كبار اهو. هقلب المكونات بالشكل ده، نقلبها كويس. طبعا انا مش عايزة السكر يدوب، انا عايزة ايه، يكون فيها كده سكر. بصوا كده. هعمل بقى ايه؟ اول حاجة هعملها قبل ما ابدأ حمام المغربي، هعمل تقشير للبشرة للجسم كله بالمية الورد والسكر والقهوة. هعمل طبعا تقشير. انا في الاخر هقول لكم على الطريقة بالظبط، بس دلوقتي هقول لكم هستعمل ده ازاي كده. بصوا كده، تقشير لبشرتي كلها بالشكل ده اهي. طبعا انت هتعملي جسمك كله، هتعملي كمية كبيرة، هتعملي نص كوباية قهوة على نص كوباية سكر. ممكن تعمليه بقى بمية عادية، مش لازما مية ورد. هتعمله بمية عادية خالص من الحنفية اهو. بالطريقة دي تقشري بقى جسمك كله كده بالشكل ده. طبعا في الاخر هقول لكم على الطريقة بالتفصيل، هتشتغل ازاي او هتعملي الوصفة دي ازاي وهتستعمليها ازاي كده على جسمك. بصوا جسمنا كله بقى كده بالشكل ده اهو كده. بايديك كده. بصي بقى، طبعا على جسمك كله بالشكل ده. طبعا هتبقي في الحمام هتقشري جسمك كله 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 كده بالطريقه دي. بصي بقى، اي حته عايزه تقشريها، ما تسيبيش اي حاجه في جسمك. طبعا من رجليكي لرقبتك هتقشري كله بالشكل ده كده. طبعا الطريقه دي حلوه جدا، هتقشر بشرتك وتخليها ناعمه. وبعدها بقى نستعمل الحمام المغربي. طبعا هنعمله لسه برضو مع بعض. بدل بقى ما تروحي تغرمي نفسك فلوس كتير وتشتري حاجات من بره، والحاجات طبعا غالية دلوقتي، هتعمليه بكل سهولة عندك في بيتك.
اهو. والنتيجة بصراحة هتبهرك، النتيجة هتبقى حلوة جدا كمان، هتعجبك جدا جدا. بصوا هغسله بقى وارجع اكمل الوصفة. بصوا بقى انا كده غسلت ايديا اهي زي الفل، ناعمة جدا كده زي ما انتم شايفين اهي. بصوا بقى انا معايا هنا صابونة دوف. بصوا صابونة دوف دي هبشر منها حتة صغيرة. ممكن تعملي اي نوع صابون انت حباه، حتى لو صابون الحمام اللي هو العادي اللي بنغسل بيه ايدينا اللي هو ابو ريحة ده ممكن تستعمليه، بس انا هستعمل النهارده اللي هي صابونة دوف. بصي بقى انت استعملي اللي انت عايزاه، اي صابونة انت حباها استعمليها. بصوا بقى المبشرة مخصصة كده للحاجات دي، هبشر جزء بسيط. انا هفصل لحد ما ايه اما ابشر كده الصابونة كده. بصوا انا بشرت جزء بسيط خالص اهو زي ما انتم شايفين كده من الصابونة، خدت جزء بسيط خالص واركنها على جنب كده. بصوا بقى انا هاخد من الشاي ده اللي انا عملته في البداية خالص اهو، 2 3 4. عايز بس يرقد عشان بايه هزود تاني، هقلب دولت وبعدين ازود، اقلب كده. طبعا في مكون تاني هحطه برضو. بصي بقى كل ما تقلبي هتلاقيه بيزيد معاكي. اقلبه كويس، ادوب الصابون. بصوا بقى في الوقت ده في مكون اخر هحطه اللي هو النشا. هحط معلقتين من النشا، احط معلقتين مليانين كده بالشكل ده. اقلب كويس جدا. اقلب كده. طبعا طريقة سهلة جدا مش مكلفة خالص، مش هتكلفك اي فلوس خالص، هتعملي بالمكونات عندك موجودة في المطبخ، مش هتغرمي نفسك فلوس كتير. وطبعا الطريقة دي هتجيب معاكي نتيجة حلوة جدا جدا، وكمان بتفتح البشرة يعني، بس مش حمام مغربي يعني، هتفتح بشرتك وهتقشر بشرتك تماما، هتخلي بشرتك كده بتلمع، هتشيل اي شوائب موجودة في جسمك. طبعا انت هتعملي جسمك كلته بالطريقة دي اللي انا عملتها، انا قشرتها في الاول. بصوا ادوب كده الصابون خالص مع النشا. طبعا انت لما تعملي مش هتعملي كمية صغيرة، لو عملتي بقى الجسم كله مش هتعملي كمية صغيرة كده، انت هتزودي طبعا تضاعفي الكمية شوية. كل ما تقلبي هتلاقي المكون بيتقل معاكي وبيزيد كمان اهو. قلبي كويس جدا، ندوبي الصابون وتدوبي النشا كده بالشكل ده. بصوا انا خلاص قلبتها اهي، خلاص خلصت. بصي بقى هقولك على الطريقة اللي هتعملي بيها الحمام المغربي. هنبدأ الاول نخش الحمام، نفتح الدش مية سخنة خالص، مية سخنة كده مولعة. لما الحمام يتملي بخار، طبعا انت مش هتخش تحت المية السخنة، انت هتملي الحمام بخار، هتقفلي الشبابيك بتاعة الحمام والباب، وهتملي الحمام كلته كده بخار. وبعدين تدهني من الوصفة دي اللي عملناها دي اللي هي بتاعة التقشير بتاعة القهوة والسكر. هتدهني جسمك الاول وبعدين تعملي له عملية تقشير الاول كلته بالوصفة بتاعة القهوة. وبعدين تشطفي جسمك، هتشطفي جسمك تماما من المية بالمية الدافية من الوصفة دي.
وبعدين هتبدأي تحطي الكريم ده، الكريم اللي هو الكريم بتاع اصلا بتاع الحمام المغربي. هتبدأي تدهني جسمك كلته كده بالشكل ده. وطبعا هتيجي تسيبي الكريم على جسمك لمدة ربع ساعة. هتسيبي الكريم ده على جسمك لمدة ربع ساعة، وبعدين ترجعي تشطفيه. ما يبقاش على جسمك اي كريم من ده خالص، يعني تشطفي جسمك ما تسيبيش عليه الكريم ده خالص خالص كده. وبعدين تجيبي الفود اللي اسفه، تجيبي الليفه اللي هي المغربيه، الليفه اللي هي السمرة دي بتاعت الحمام المغربي. هتبدأي تقشري جسمك بيها كده، تدعكي جسمك كله بيها بالليفة المغربية، الليفة السوداء اللي هي بتاعت الحمام المغربي. تدعكي جسمك كلته بالطريقة دي. وكمان منين؟ مش هتجيبي بقى من تحت، من رجليكي من تحت لحد رقبتك من فوق. هتبدأي وانت طالعة من رجليكي لحد وانت طالعة كده لحد رقبتك، تدهني تغسلي جسمك كله بالليفة، تدعكيه كلته بالليفة. هتلاقيه بيقشر معاكي، هتلاقي كل اي حاجة موجودة في جسمك هتلاقيها بتطلع معاكي من الليفة. اي شوائب بقى، اي جلد ميت هتلاقيه بيخرج معاكي بالليفة دي. طبعا هنبدأ برضو احط كده الكريم ده الاول. بصوا انا هستعمل الكريم ده بالشكل ده كده على جسمي كله بالطريقة دي كله بقى. بصي ما تسيبيش مكان في جسمك اهو كده بالشكل ده. طبعا الطريقة سهلة سهلة جدا جدا. بصي بقى بين صوابعك كمان كده اهو، وعند عقل صوابعك دي. ما تسيبيش في مكان في جسمك الا لما تغسليه بالشكل ده. طبعا طريقة مش مكلفة خالص، مش هتكلفك اي فلوس خالص. بصوا بالشكل ده انت هتدهني جسمك كله كله بالشكل ده كده. بعدين ترجعي تغسلي جسمك، ما تسيبيش فيه اي حاجة خالص من الكريم. بصوا بالطريقة دي كده. طبعا انت هتسيبي الكريم على جسمك لمدة ربع ساعة، 15 دقيقة الكريم موجود على جسمك بعد التدليك وبعد كده بالطريقة دي. بعد الحمام ده هتلاقي جسمك كده منور ما شاء الله، بياض بحمار. بصراحة الوصفة حلوة جدا جدا ومش مكلفة خالص. والله بقى معاكي فلوس وعايزة تشتري حاجات من بره، اشتري حاجات من بره. بس بصراحة هي الوصفة دي حلوة، مفيش فرق بينها وبين الحاجات اللي انت هتجيبيها من بره. اهي حاجات من بيتك سهلة. بصوا بالطريقة دي جسمك كله كده بالشكل ده. هغسل ايديا وارجع بقى. بصوا ما شاء الله، حسيت ان في فرق اهو، في فرق كبير كمان. والله العظيم الطريقة دي تحفة، والوصفتين دول الاتنين اجمل من بعض. اتمنى تجربي الوصفة بتاعتي، ولو عندك اي استفسار او اي سؤال ابعتيلي في الكومنتات. عايزه اقولك بعد الوصفه دي، بعد ما تستعملي الوصفه دي وتخلصي خالص، هتجيبي اي سيرم مرطب عندك او اي كريم مرطب، كريم دوف بقى او اي كريم بنسينول او اي كريم كويس مرطب، وهتدهني بيه جسمك. طبعا لان بعد التقشير ده هتحتاجي ترطبي جسمك عشان النتيجه تبقى حلوه معاك وكويسه. لان بعد التقشير لازم يكون في ترطيب. هنرطب جسمنا كويس جدا جدا، وننشف برضو الجسم تماما. يعني قبل الترطيب ننشف جسمنا كويس، نجفف جسمنا كويس جدا جدا بالفوطة. وبعدين نحط الكريم اللي هو الترطيب، كريم الترطيب اخر حاجة. طبعا وفضلا وليس امر، يعني لو ما عملتيش لايك اعملي لي لايك واشتراك لو ما لسه ما اشتركتيش في القناه، ونوريني كده باشتراكك. ويا ريت الفيديو ده تشيريه وتوصليه لحبايبك واصحابك عشان يستفادوا من الفيديو، لان الفيديو
حلو جدا كمان وسهل جدا جدا. بدل ما تتعبي نفسك وتدفعي فلوس وتغرمي نفسك فلوس كتير، هتعملي الحمام المغربي في بيتك بطريقه سهله وبسيطه خالص ومش مكلفه. ممكن بقى تبعتي الوصفه كده لاختك، لصاحبتك، لجارتك. الوصفه حلوه جدا وسهله وبسيطه، مش هتتعبك اي خالص خالص، ولا هتغرمك اي فلوس. يا ريت بقى تحطي لي لايك، ولو جربت الوصفة قوليلي رأيك كده في الكومنتات عشان الناس تستفاد منك وتستفاد من الوصفة. وشير الفيديو بقى عشان البنات تستفاد. طبعا البنات بتعمل الحاجات ديت، بتشتري الحاجات من بره غالية جدا جدا. فانا عايزاهم يجربوا الوصفة دي في البيت ويشوفوا الفرق بين الحاجات اللي هيشتروها من بره والحاجات اللي هيعملوها في البيت. طبعا الوصفة دي ناجحة جدا جدا. وده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. استنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.